شاهدوا الله بفضل طابت أوقاتكم من نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. اللجنة العليا لمكافحة وباء فيروس كورونا تصدر بيانا. الإريتريون في ألمانيا يتبرعون لدعم صندوق مكافحة كورونا. إلغاء مدفوعات إيجارات البيوت. ألمانيا تتهيأ لرفع التحذيرات من السفر إلى الدول الأوروبية. اتفاق بين مادورو وغوايدو على مكافحة كورونا. وإدارة ترامب تضع ثقتها في منتجي النفط العالميين قبيل اجتماع أوبك. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أصدرت اللجنة العليا تصريحا عن الأوضاع الراهنة لوباء كورونا في البلاد والفحوصات التي أجرتها مؤخرا. إليكم نص البيان بصوت الزميل قاسم أحمد. يذكر أن اللجنة العليا لمكافحة وباء فيروس كورونا قد أوضحت في التصريح الذي أصدرته يوم 16 من مايو أنها قررت إجراء فحوصات موسعة عبر اختيار عينات عشوائية بهدف معرفة نطاق انتشار فيروس كورونا في البلاد بصورة جازمة والقيام بتقييم شامل ودقيق وتكوين صورة شاملة. وبموجب ذلك وكمرحلة أولى انتهت يوم أمس 2 يونيو الفحوصات التي أجرتها كلية الطب والعلوم الصحية والمختبر الوطني في مختلف مناطق أسمر بشأن كوفيد-19. وأجرت الفحوصات التي وضعت في الاعتبار العمر والجنس والكثافة السكانية وعوامل أخرى باختيار عينات عشوائية بطريقة منظمة ومحافظة على المعايير بأخذ عينات من الفم والأنف شاركت فيها 4659 أسرة. وكانت نتيجة هذه الفحوصات المنقحة على النحو التالي: وجدت 4658 أسرة خالية من كوفيد-19، غير أن امرأة واحدة وجدت حاملة للفيروس. ونتيجة للعمل الاعتيادي في مثل هذه الحالات قد تم عزل 13 شخصا من المخالطين مباشرة وغير مباشرة لهذه المرأة، بما في ذلك زوجها، والتأكد بعد الحجر إصابة زوجها بالفيروس. أن نتيجة الفحوصات التي أجريت مشجعة وتؤكد وتستشرف صحة وآنية خطوات المكافحة الواسعة التي اتخذتها الحكومة الإريترية حتى الآن. ورغم ذلك يجب عدم النسيان بأن نضال التصدي لكوفيد-19 لا يزال في مرحلته الأولية لهذه الأسباب التالية: رغم الفحوصات الموسعة التي جرت حتى الآن فإنها معتصرة فقط على أسمر، وتستمر في الأسابيع القادمة في المدن الحدودية وغيرها وبصورة واسعة على المدى الطويل. بعد ظهور فيروس كورونا تم إغلاق الرحلات الجوية، لكن تدفق الحركة عبر البحر والبر لم يتوقف، مما أدى لإقامة 81 موقع عزل في مختلف مناطق البلاد في الأشهر الماضية. استعبرت حتى الأول من يونيو 5270 شخص، تم تسريح 3477 منهم، ولا يزال 1793 في مواقع العزل. ومعلوم أن هذا التدفق سيستمر رغم المراقبة، في الوقت الذي تزداد الإصابة بفيروس كورونا باضطراد على المستوى العالمي، فأن عدد الإصابات تزداد أيضا في الدول المجاورة يوما إثر آخر. لهذا السبب فأن الوضع لا يحتاج الإهمال ويتطلب الحذر والاهتمام الجاد، وحتى القيام بالتقييم والتفحيص اللازمين، فأن الإجراءات المنفذة في الشهرين الماضيين سيتم تخفيفها تدريجيا. في الختام، تناشد اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المواطنين مواصلة التعاون بجدية للتصدي المستقبلي ولعب دورهم في الحد من المخالفات التي تظهر نادرا، خاصة في الأسواق والمناسبات الاجتماعية، الأفراح والأحزان ودور المعابد. وعبرت عن امتنانها لكافة الجهات العاملة بوفاء لإنجاح المهام الثقيلة، وكذلك التبرعات والمساعدات المالية والعينية الجارية لمساعدة المحتاجين. النصر للجماهير. اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، 3 يونيو 2020.
تبرع الإريتريون المقيمون في مختلف المدن الألمانية بأكثر من 807 آلاف يورو لتنمية صندوق مكافحة وباء فيروس كورونا. وأفادت اللجنة المنسقة للتصدي لوباء كوفيد-19 في ألمانيا بتقديم الإريتريين في مدن بادن ب 5825 يورو، وبيرلي 12725 يورو، وبيلفيلد 7540 يورو، ودارشمتات 8490 يورو، ودوزلدورف 20485 يورو، وفرانكفورت 107086 يورو، وفرايبورغ 3000 يورو، وفريدريكشافن 2930 يورو، وفلادا 6350 يورو، وجيسن 13384 يورو، وغوتنغن 50 يورو، وهامبورغ 14250 يورو، وهانوفر 3590 يورو، وهايدلبرغ 8200 يورو، وهيلبرون 4450 يورو، وهيبنهايم 4345 يورو. كما قدم المواطنون في كايزر سلاوترن 26600 يورو، وكارلس رو 34050 يورو، وفي كاسل 20710 يورو، وفي كولون 44310 يورو، وفي كونستانز 1050 يورو، وفي كريفيلد 1830 يورو، وفي كرايس أوفنباخ 12100 يورو، وفي ليمبورغ 150 يورو، ولوراخ 6300 يورو، وماينز 1280 يورو، ومانهايم 19120 يورو، وميمينغ 2600 يورو، ومونشنغلادباخ 2470 يورو، وموسباخ 2400 يورو، ومونشينغ 39315 يورو، ونورنبرغ 32155 يورو، وأوهرنينغ 200 يورو، وفورزهايم 100040 يورو. كما تبرع الإريتريون في مدن ريوتلينغ 11910 يورو، وشفايبس هول 200 يورو، وسيغان 3000 يورو، وشتوتغارد 141650 يورو، وتوبنغ 21095 يورو، وأولما 6425 يورو، وفيتراو 7290 يورو، وفايسبادن 850 يورو، وفوبرتال 21420 يورو، وزيفنبرغ 100 يورو، ومدن أخرى 17650 يورو. هذا وكان الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية فرع ألمانيا قد تبرع ب100 ألف يورو لذات الغرض. ألقى الإريتريون المقيمون في بريطانيا والسعودية والبحرين وألمانيا وأمريكا مدفوعات إيجارات البيوت التي يمتلكونها داخل البلاد. فقد قررت السيدة إلسا ستيفانوس من بريطانيا منح منزلها في دباروا لمدة عام لصالح وزارة الصحة، والسيدة ألماز من قستآب مع السيد كيتوم قبر موسيه لأجل غير محدد لمستأجرين في سنبل، والسيدة محرت زرعي إيجار مبنى تصفيف الشحر في أسمرة حتى زوال وباء كورونا، والسيد يعقوب أرآيا إيجار شهرين في زبان سنكي، والسيدة أراغاش قبر مريم لأسرتين في قحوطة حتى زوال كورونا، والسيد أكيل أرآيا ل6 أشهر في عتك كليزان، والسيدة لتبرهان أبرهة إيجار شهرين في تسني، والأستاذ بحرة آب قبر مدهن لشهرين لمتجر في أبشاول، والسيدة دهب باهتا إيجار شهر في قحوطة، والسيد إساق ألم إيجار 3 أشهر في ماي ورقي بمديرية دقم حرق، والسيد كنف هيلي مع السيدة مولو تخليل ل6 أشهر في أبشاول، والسيد تسفاي قايم المقيم في البحرين إيجار شهرين في سرجغة، والسيدة سعدية عبد الله من الرياض حتى زوال كورونا في فيا جدة أخريا، والسيد بكيل تسفاي من الرياض ل3 أشهر في ماي تمناي، والسيدة هدأت قبر سلاسي من فرانكفورت الألمانية لشهرين في ماي دمى. كما ألغت أسرة تسفاي غرزجهير من هولندا إيجار 3 أشهر في قحوتها، والسيد عبد محمد لشهر، والسيد محمد علي محمد شفاء من جيزان السعودية لشهر في قحوتها وسنعفي وعد قيح، والسيد قبر مسقل يحتقوا من ألمانيا ل3 أشهر، والسيدة سالم سلمون من أمريكا لشهر، والسيد إياسو إبراهام من أمريكا لشهر واحد. تستمر مساهمات الشعب الإريتري في دعم جهود وزارة الصحة للسيطرة على وباء كورونا ومكافحته. المزيد من التفاصيل حول هذا الخبر إليكم التقرير التالي بصوت الزميل أمير عثمان.
يواصل المواطنون المقيمون في الداخل والخارج التبرعات المالية والعينية لتنمية صندوق تصدي فيروس كورونا ومساعدة الجهات المحتاجة. ووفق تقرير وزارة الصحة، ساهم أعضاء المكتب المركزي للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وأقسامه ب 581,109 نقفة، وأعضاء المكتب المركزي للشؤون الاقتصادية بالجبهة ب 93,684 نقفة، وأعضاء مؤسسة تصريف الممتلكات بالجبهة ب 9,730 نقفة، وأعضاء تجميع الممتلكات بالجبهة ب 8,531 نقفة، وأعضاء الجبهة في مكاتبها بالأقاليم الجنوبي ب 139,791 نقفة، وفي عنسبة ب 121,931 نقفة، وفي شمال البحر الأحمر ب 121,281، وفي القاشباركة ب 106,733 نقفة، وفي جنوب البحر الأحمر ب 33,261 نقفة، وفي الخارج ب 23,555 نقفة، وأعضاء مكتبة أوقات لبيع الكتب ب 20,827 نقفة، وأعضاء إدارة الإكسبو ب 71,231 نقفة، وأعضاء مؤسسة أوديو فيزوال إريتريا ب 10,100 نقفة. كما ساهم عمال ومعلمين هيئة مدرسة أروراي ب 76,953 نقفة، وضحية قرع ب 24,199 نقفة، وضحية سساه ب 10,000 نقفة، وجمعية شمال ماي تمناي التعاونية ب 5,000 نقفة، ومؤسسة جي جي تي الخاصة ودهلك لبيع أدوات الكهرباء ب 1,500 نقفة، ولاسما مؤسسة مسوع لبيع أدوات الكهرباء 2,500 نقفة. في غضون ذلك وزعت المساعدات المالية والعينية ساهم بها سكان منطقة كوباريا في مديرية دقم حارة، وزعت على المحتاجين، فيما قدم سكان وسط المدينة في المدينة دقم حارة الملابس والمواد الاستهلاكية لليتامى الذين يتم رعايتهم بالمدينة. كما وزعت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب في مديرية دقم حارة ل 72 من أعضائها بالمديرية الضرة وغيرها من المواد الاستهلاكية. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، كشف وزير الخارجية الألماني هايكو ماسا أن بلاده تتهيأ لرفع التحذيرات من السفر إلى الدول الأوروبية في وقت تطلع فيه القارة العجوز إلى مواصلة تخفيف القيود المفروضة لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال ماس في مؤتمر صحفي أن القرار قيد الإعداد وقد تصدره الحكومة في القريب العاجل. وأوضح ماس أن الحكومة الألمانية تسعى لاستبدال التحذيرات من السفر بتوصيات تستند بشكل كبير إلى الأوضاع في كل بلد. وكانت ألمانيا قد أصدرت في أواسط مارس تحذيرا عاما من السفر إلى الخارج في إطار تدابير كبح تفشي فيروس كورونا المستجد. لكن بعد تراجع وتيرة الإصابات، أعلنت الحكومة أنها تعتزم رفع التحذيرات من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وبلدان أوروبية أخرى على قرار سويسرا وإيسلندا والنرويج اعتبارا من 15 من يونيو. أعلنت الحكومة الفنزويلية والمعارضة أن الرئيس نيكولاس مادورو اتفقا مع زعيم المعارضة خوان غوايدو على تنسيق الجهود لتوفير موارد مالية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في بلدهما بدعم من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية. جاء في وثيقة رسمية تلاها عبر التلفزيون الحكومي وزير الإعلام خورخي رودريغيز أن الطرفين اتفقا على التنسيق فيما بينهما لتأمين موارد مالية بدعم من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية لتعزيز قدرة فنزويلا على التصدي لفيروس كورونا المستجد. ووقع الاتفاقية كل من كارلوس ألفارادو ووزير الصحة الفنزويلي وخوليو كاسترو مندوبا عن البرلمان، إضافة إلى ممثل عن منظمة الصحة للبلدان الأمريكية. ولم تتضح في الحال تفاصيل الاتفاق، لكن معسكر غوايدو أورد في بيانه مؤشرات تدل على أن الأموال التي سيتم جمعها لمكافحة الوباء لن تذهب إلى حكومة مادارو، بل ستتلقاها منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ومنظمات دولية أخرى.
قال مسؤول كبير أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترى قبيل اجتماع مرتقب لمجموعة أوبيك بلس هذا الأسبوع أن كبار منتجي النفط مثل السعودية وروسيا سيلتزمون بتعهداتهم بخفض إنتاج الخام ولن يلحقوا الضرر بالاقتصاد العالمي عبر تقيير المسار. وكان الإدارة الأمريكية موقف عدائي في مطلع أبريل عندما رفعت السعودية وروسيا إنتاج النفط في حرب على الحصص السوقية خلال ذروة جائحة كورونا في تحرك للضغط على طلب الوقود، مما تسبب في تراجع أسعار الخام. وقالت ثلاثة مصادر في أوبيك بلس أن أوبيك التي تضم السعودية كأكبر منتج بها وروسيا وهي ضمن أطراف أوبيك بلس تقتربان من التوصل لحل وسط بشأن تمديد خفض الإنتاج، وتناقشان اقتراحا بتمديد خفض الإمدادات حتى يوليو أو أغسطس. وعلى الرغم من أن الوضع أكثر هدوءا على ما يبدو، فإن ترامب لا يزال يجري الاتصالات. في الخبر الأخير، استعان مطعم دادوان في مدينة ماستريخت جنوب هولندا بمجموعة غير معتادة من العاملين الجدد بعد استئناف المطعم نشاطه مع تخفيف البلاد للقيود التي فرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد. وهذه المجموعة الجديدة هي مجموعة من الروبوتات الثلاثي الآلي إيمي وآكر وجيمس يتحركون جيئة وذهابا في مشرب المطعم الآسيوي، وهم يقدمون المشروبات بما يقلل تحركات الموظفين البشر في أنحاء المكان. وتتخذ كل من هذه الروبوتات شكل إنسان بما في ذلك ذراعين للإمساك بصواني التقديم، وتظهر على وجوهها ابتسامة أو عبوس أحيانا. ويقوم الموظفون الذين يستخدمون كمامات بوضع المشروبات على صواني التقديم، ثم يضغطون رقم الطاولة ثم يتراجعون لإفساح المجال أمام الروبوتات. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.